اهلا بيكم. الليبراليين والعلمانيين والفلول تقريبا اتجننوا وبقى يوم 30/6 بالنسبه لهم حياه او موت. علشان كده بقيت تلاقي كل رسائلهم يا اما تحريض يا اما تهديد ووعيد. العجيب انك بتلاقي الدكتور البرادعي مثلا على تويتر الصبح بيقول قوتنا في سلميتنا، وبالليل بتلاقي قيادات حزب الدستور بتقول ان شهر 6 و7 مش هيعدي على خير، لان دي شهور معارك، مش اي معارك، دي معارك كبرى. شهر يونيو بشهر يوليو ده هتكون شهور المعارك، شهور المعارك الكبرى. يعني شهر يونيو ده هيكون شهر تاريخي اتصور، و30 يونيو ده عالم صايع يابا. يعني الصبح تلاقي الاستاذ حمدين صباحي بيدينا محاضره عن اهميه السلميه في الثوره، وبالليل في ندوه من ندوات التيار الشعبي يتقال فيها ما عندناش اي مشكله ان احنا نشيل السلاح، بل بالفعل احنا هنشيل السلاح بحجه الدفاع عن الهويه المصريه. لابد ان نقاومها وان نحاربها حتى لو حملنا السلاح، وانا لا استحي ان اقول ذلك. انا عجزت ان انا مستعد اشيل سلاح تاني. يمي خاف يعيد يمي. ده حتى اعضاء حركه تمرد اللي صدعوا دماغنا بسلميتها النهارده اعضاء الحركه بيقولوا احنا نازلين الميدان، واللي هنسمعه بيتكلم علينا كلمه مش هتعجبنا مش هنضربه غير بالنار، وكاننا بنتفرج على فيلم الرصاصه لا تزال في جيبي. ومن سيتحدث عنا اننا بلطجيه ستطوله رصاصتنا، علشان نبقى واضحين. طب هات لي عماره من الفتوانه دي يا ولد، ده انت يا دوبك مشروع بورصه يا ولد، لولا صوتك ما كنتش شفتك يا كلب. والله كل العبط اللي فات ده كوم، واستفزاز الاستاذه تهاني ده كوم تاني خالص. بعدين انا حفيده حتشبسوت واسماء بنت ابي بكر والخنساء. يا حرام على هيجرالي يا حرام. وكأن المطلوب من كل التحريض والتهديد اللي اتقال واللي لسه بيتقال هو ان الاسلاميين يخافوا ويترعبوا ويقولوا خلاص احنا مش نازلين، عندكم القصر الجمهوري اقتحموه، او الرئيس اعملوا معاه زي ما انتم عايزين. ولكن على العكس جت الرساله من التيار الاسلامي شديده القوه شديده الوضوح لما قالوا للليبراليين والعلمانيين شرعيه الرئيس خط احمر، ومش هنسمح ابدا ان احنا نسيب بلدنا لشويه عيال مجانين، لان شرعيه الرئيس بالنسبه لنا هي خط النار. المؤسسات الحاكمه في مصر خط احمر، لا خط النار. لا انا بخاف من الكلب يطلع لي اسد. ولان الشعب المصري بيميز وشايف وعارف، لما شاف 28 من مقرات جماعه الاخوان المسلمين على مستوى الجمهوريه بتتحرق، وعلى الرغم من كده ما فكرش واحد من شباب جماعه الاخوان المسلمين ان يحرق مقر للتيار الشعبي او يحرق مقر لحزب الدستور. حتى تمثيليه حزب الوفد اتفضحت لما الناس كلها شافت الفرق ما بين حزب اتفحم زي الحريه والعداله والنار كلته، وبين حزب زي الوفد اتضرب فيه شبرخين واتكسر فيه لوحين ازاز واتقال ده حزب الوفد اتحرق. ولان الشعب المصري بيميز وشايف وعارف كويس مين اللي بيدعو الايام اللي جايه للعنف وبيقول عليها دي ام المعارك وبيدعو لحمل السلاح، ومين اللي عامل مليونيه مخصوص يوم 21 ضد العنف. عقدت عده اجتماعات في بعض المقرات في عده محافظات لبدء احداث عنف، بدءا من يوم 14/6 لتحضير المناخ اللازم لاحداث الفوضى في مصر. مشاركه بعض رجال الاعمال مثل محمد فريد خميس وياسين منصور بتمويل تحركات العنف بالمال الوفير، ومنها تأجير بلطجية لحرق أتوبيسات التي تقل أفرادا من التيار الإسلامي والإخوان. ولأن الشعب المصري بيميز وشايف وعارف، وشاف الإخوان لما نزلوا عند الاتحادية ومات منهم 10، ولحد النهارده ما قدرش ولا واحد ليبرالي أو علماني يثبت إن في واحد بس منهم مات عند الاتحادية. وقالوا لك ده جورج مات ومينا مات ومحمد مات، قول لهم كويس هي فين جنازاتهم ولا حتى قداسهم زي ما شفنا جنازات شباب جماعة الإخوان؟ ده حتى الحسيني أبو ضيف تقرير الطب الشرعي قال إنه ميت بنفس نوع الرصاص اللي مات بيه شباب جماعة الإخوان. لأن الشعب المصري بيميز وشايف وعارف، فاتقوا غضب الشعب المصري. كان الشعب نازل وهيأدبهم، وهيأدب جورج إسحاق، وهيأدب أي إنسان يعتدي على الشعب وعلى المؤسسات الحاكمة. هو اسد. ويا ريت بس تفتكروا قبل ما اي حد فيكم يفكر انه يعتدي على شرعيه الرئيس ان اصوات الاسلاميين على اقل تقدير 7 مليون، 5 مليون انتخبوا الدكتور مرسي في المرحله الاولى من انتخابات الرئاسه، و2 مليون على اقل تقدير من اصوات حزب الوسط والسلفيين اللي انتخبوا الدكتور ابو الفتوح. يعني تعداد اصوات الاسلاميين لا يقل باي حال من الاحوال عن ال7 مليون. فبالله عليكم تفتكروا هيكون ايه رد ال7 مليون لو فكر حد فيكم انه يعتدي على شرعيه الرئيس؟ خليك تشوف نار جهنم على نفسك.
ساعتها هتتمنى اضربك برصاص زي كلاب الشوارع عشان تترحم من العذاب اللي هتشوفه على ايدك. في ختام حلقتنا مع حضراتكم يتفضل اسئله احنا تقريبا مش لاقيين لها اجابه. لو فرض ان النهارده الرئيس وافق على الانتخابات الرئاسيه المبكره واتعملت فعلا انتخابات ونجح فيها تاني الدكتور محمد مرسي او اي حد من ابناء التيار الاسلامي اللي بيلقى قبول النهارده في الشارع المصري زي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل او عصام سلطان او غيرهم، يا ترى ايه موقف المعارضه المصريه؟ وهل ساعتها الاستاذ حمدين والبرادعي هيقبلوا بالنتيجه ولا هنفضل نعيد في الانتخابات لحد ما حد منهم ينجح؟ ويا ترى ايه موقفكم ساعتها؟ يمهل ولا يهمل. او عملنا انتخابات رئاسيه جديده ونجح فيها حمدين صباحي او البرادعي وقرر الاسلاميين ان هم ينزلوا يقطعوا خط المترو ويقطعوا الطرق والكباري زي ما انتم عملتوا، او قررنا نعمل اعتصام في ميدان التحرير وبقيه الميادين زي ما انتم عملتوا، او قلنا ده احنا هنعمل عصيان مدني ونخش نخرج الموظفين من اشغالهم بالعافيه والقوه زي ما انتم عملتوا، او قلنا ده احنا هنعمل 24 مليونيه وفي الاخر نقتحم القصر الجمهوري ونشكل مجلس رئاسي ونختار رئيس جديد. يا ترى ساعتها هتقبلوا؟ المنطق بيقول ان الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي لو مشي باي طريقه غير الصندوق مفيش رئيس غيره هيقعد على الكرسي اكتر من اسبوع. تصبحوا على خير.